أعزائي متابعين باشماك الحريف، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الأخبار؟ كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية. وحشتونا ووحشتنا اخبار الكورة، بالذات في اليومين اللي فاتوا دول حصلت حاجات كتير، سواء امبارح او امبارح النهاردة ده قنابل. النهاردة احداث كتيرة جدا، سواء في الدوري السعودي، سواء الماتش اللي اتلعب النهارده، سواء خلينا نتكلم عن قنبلة بعد الماتش اللي هنتكلم عنه النهارده. ألف مبروك لويست هام، بيحقق أكبر بطولة في تاريخه، بطولة المؤتمر الأوروبي بعد ما كسب فريق فيورنتينا الإيطالي. النهارده أكبر وأهم بطولة يحققها ديفيد مويس، مدرب فريق ويست هام، وهو عنده 60 سنة. النهارده النهائي كان بين ويست هام وفيورنتينا، ويست هام كسب 2-1. تقدم بالنتيجة ويست هام، اللاعب النجم الجزائري سعيد بن رحمة عن طريق ضربة جزاء عشان يعدل بونافنتورا التعادل لفيورنتينا. وبعد كده في الدقيقة 90 بوين النجم الانجليزي يتقدم في النتيجة ويحرز هدف الانتصار لويست هام بأسيست جميل جدا من النجم البرازيلي باكيتا عشان يحرز ويست هام أكبر بطولة في تاريخه، بطولة المؤتمر الأوروبي، ويتأهل بكده ويست هام الموسم اللي جاي لبطولة الدوري الأوروبي مباشرة. ده الماتش اللي اتلعب النهاردة أو أهم ماتش ملعوب النهاردة. هنيجي، هو طبعا الدوري السعودي بصفة عامة عامل قنابل، عامل بوم بوم بوم. حتى اللي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، يعني احنا كتبنا النهاردة اننا بنهتم اكتر بالدوريات والفرق السعودية بالكم الهائل، تعاقد النجوم العالميين، تعاقد الأندية السعودية مع نجوم عالمية، اهتمام الأندية السعودية بنجوم عالمية جدا ما تقدرش عليها معظم أندية أوروبا. وهنرجع للخبر ده بعد ما نخش على خبر القنبلة اللي حصل النهاردة. انتر ميامي طبعا احنا لغاية النهاردة الساعة 7 المغرب محدش يعرف حاجة عن انتر ميامي غير ان المالك بتاعه او صاحب الفريق ده النجم الانجليزي المعروف ديفيد بيكهام. ده اللي نعرفه عن انتر ميامي. النهارده الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي انتقل لفريق انتر ميامي الامريكي. قرار غريب جدا، قرار يعني الواحد استغربه جدا ان ميسي ازاي اخد القرار ده. انت دلوقتي ميسي راح لفريق انتر ميامي، الفريق الدوري الامريكي اللي فيه حوالي 29 فريق مقسومين بين القسم الشرقي والقسم الغربي، زي NBA كده، زي كرة السلة في امريكا. ميسي انتر ميامي بيلعب في القسم الشرقي، في حوالي 14 فريق. تخيلوا انتر ميامي من 15 ماتش محقق 16 بوينت في المركز الاخير. دي اول معلومة. تاني معلومة، الدوري الامريكي ما فيهوش هبوط، ما فيهوش درجة تانية، ما فيهوش هبوط للدرجة التانية. هو انا متهيألي الدوري الامريكي للسيدات اقوى من الدوري الامريكي للرجالة، والدليل طبعا منتخب امريكا للسيدات. تالت حاجة، الدور كرة القدم في امريكا اللعبة الشعبية الرابعة في الولايات المتحدة الامريكية تقريبا، بعد الامريكان فوتبول، بعد NBA، بعد البيسبول. تخيلوا. رابع حاجة، النهاردة انا ببص على تشكيلة فريق انتر ميامي مفيش اي لعيب معروف فيه. الفريق بيتسم بلعيبة معظمهم فوق 30 سنة، فريق عواجيز، فريق شياب. يعني انا ما انتقدش،
انا بنتقد قرار ميسي عشان حاجة واحدة. انت جاي لك عرض من الهلال السعودي، الهلال السعودي اللي الدوري بتاعه دلوقتي بيجذب او بيستقطب معظم اللعيبة العالمية. يعني اتحاد جدة جاب كريم بنزيما من ريال مدريد، وجاب بنزيما في عز مستواه. اتحاد جدة جاب انجولو كانتي من تشيلسي الانجليزي. انجولو كانتي لا، اللي مستواه لغايه دلوقتي اوكي ماشي، الاصابات اثرت عليه، بس مستواه لغايه دلوقتي جيد جدا اقل حاجه. اه اتحاد جدة والنصر اللي بيتنافسوا على جاندوجان. الانديه السعوديه، الرئيس اهل جدة النهارده متواجد في لندن عشان في مفاوضات مع رياض محرز. اهل جدة اللي بيتفاوض مع لوكا مودريتش. يعني انت اهل جدة بيتفاوض مع رياض محرز وعرض عليه مرتب 30 مليون يورو في الموسم. مودريتش. الهلال بيفاوض سون نجم توتنهام. في فريق في السعودية بيفاوض دخيا. بيفاوض راموس. بيفاوض مين؟ لا، اسماء كتيرة جدا واسماء كبيرة، اسماء يعني اندية اوروبية ما تعرفش تتعاقد معاها. انت بتتكلم على مرتبات خيالية. انت الهلال عرض عليك يا ميسي 250 ل 300 مليون يورو في الموسم، وبيقولوا شائعات في اخر ساعة ان العرض وصل ل 500 مليون يورو في الموسم، يعني 1.5 مليار يورو لمدة 3 مواسم. اوكي انتر ميامي عرض عليك او كان عرض عليك انك تبقى شريك في شركة ابل، شريك في اديداس. هيبقى ليك نسبة من الاستحواذ على النادي بعد الاعتزال. بس ومرتب 60 مليون. سمعت انا قلت لك ايه؟ 60 مليون. في المقابل انت بتتكلم عرض الهلال من 250 ل 300 مليون يورو. هما بيقولوا او جميع المصادر، سواء فابريزيو رومانو، سواء روميرو، معظم الاخبار اكدت ان زوجة ميسي هي اللي كانت معارضة ان المعيشة او الاقامة تبقى في المملكة العربية السعودية. بس ده برضو قرار غريب، قرار عجيب. انت رايح دوري مش هينفعك في حاجة. النهاردة ميسي طلع الساعة 10 بالليل في مقابلة مع صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، بيقول انا مشتاق لبرشلونة. طب مشتاق، انت عملت لها ايه؟ هم عرضوا عليك عرض، انت بتقول هم عرضوا علي عرض مش رسمي ومش مكتوب. ده كلام مش منطقي. انت بتقول في عروض اوروبية جاتني غير برشلونة، بس انا مش هلعب في اوروبا غير لبرشلونة. طب ما رحتش برشلونة ليه؟ انت لو بتقول ميسي بيقول انا ما فكرتش في المال، لو كنت فكرت في المال كنت رحت الهلال السعودي. الله. طب ما انتر ميامي عرض عليك هو مش مال ده؟ مش حاجات اقتصادية كبيرة انك تبقى في شريك في شركة ابل، شريك في شركة اديداس، يبقى لك اسهم وحصة من نادي انتر ميامي. نادي انتر ميامي اللي قيمته التسويقية كل الفريق، كل النادي كله 34 مليون يورو. انت قيمتك التسويقية الحالية دلوقتي ميسي وهو عنده 35 ولا 36 سنة 45 مليون يورو. انت بتتكلم ازاي؟ انت فكرت ازاي؟ يعني اللي شاف، هننزل لكم في الفيديوهات اللي جاية صورة للملعب بتاع انتر ميامي، صورة والله مش حتى ما يجيش ملعب تدريبي، ملعب غريب جدا، ملعب
مش ملعب كورة، فريق في المركز الأخير. يعني مش عارف تفكير ميسي كان عامل ازاي. وطبعا ميسي كان حاسم قراره بالانتقال لإنتر ميامي أكيد من فترة. اوكي جايز انها ما تبقاش فترة طويلة، لا بس من فترة، اقل حاجة مثلا شهر، عشان المقابلة اللي طلع فيها النهاردة كانت مقابلة مسجلة اساسا. النهاردة الهلال كان عرض عليك كل وسائل الترفيه، كان عرض عليك كل الوسائل اللي تخليك تقول اوكي انا موافق على عرض الهلال. كان في طيارة خاصة مستنياك في فرنسا او في باريس مكان تواجد ميسي النهارده، وكانت في طيارة خاصة متواجدة في برشلونة عشان تنقل ميسي من باريس للرياض، ووالد ميسي من برشلونة للرياض. فانت عايز ايه اكتر من كده؟ تروح تلعب عندك بنزيما، عندك كانتي، عندك كريستيانو. النهارده العالم كله مترقب الدوري السعودي، العالم كله بيتكلم عن الدوري السعودي. اكبر الصحف، الموندو ديبورتيفو، الماركا، لا جازيتا، كورييري، ذا صن، كله بيتكلم على الدوري السعودي. كمية النجوم اللي قلناها في اول الفيديو مش اي فريق يقدر يجيبها. كمية المرتبات، اوكي ماشي، الدوري السعودي بيفسد كرة اوروبا دلوقتي بصراحة. يعني في فرق ما تقدرش تدفع نص المبالغ، ربع المرتبات. اوكي من ضمنها الميلان اللي دايما صفقاته كانت اللي هي صفقات الانتقال الحر، دلوقتي كله بيفكر على السعودية. النهارده كريم بنزيما وصل جدة. حد كان يتخيل، وانا منهم طبعا، اننا نشوف كريم بنزيما صاحب اخر كرة ذهبية يروح للدوري السعودي؟ محدش كان يتوقع. انجولو كانتي بطل العالم مع فرنسا، بطل اوروبا مع تشيلسي، بطل الدوري مع ليستر وتشيلسي، النهارده في اتحاد جدة. بس عجبني برضو تصريحات الدون كريستيانو رونالدو، قال لك لا الدولة دي كويسة، الدولة دي انا انصح معظم اللعيبة انها تيجي الدوري السعودي. قال لك انا سعيد اني انا افتتحت نجومية الدوري السعودي. وفعلا كريستيانو هو اللي بدأ الطريق، وقال لك انا لما اعتزل هستثمر في السعودية واتمنى اني اشتري نادي سعودي. ده تصريحات راجل بيفهم، ده تصريحات راجل محترف بجد. بس ما تروحش الدوري الامريكي وتقول لي انا عايز تجربة جديدة. تجربة جديدة ايه؟ طب روح جالاكسي يا جدع. بس تروح لي فريق صاحب المركز الاخير؟ ارجع برشلونة، يعني العب. لو انت بتحب برشلونة بجد، لو انت بتضحي عشان خاطر برشلونة، تقبل بأي مرتب تلعب فري لبرشلونة، والنادي ده يستحق منك وانت تستحق برضه طبعا. يعني انت قدمت كتير للنادي والنادي قدم لك كتير برضه. ضحي عشان خاطر النادي ده. اوكي هو النادي استغنى عنك او في فترة جت ضحى بيك، بس طالما انت بتقول انا اشتقت للنادي وبرشلونة هو بيتي وعايز ارجع بس مش عارف ازاي، لا كنت ترجع. ده يعني باختصار، هو الكلام كتير جدا 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 جدا، بس ده باختصار اللي حصل يعني. وفي صفقات كتيرة جدا طبعا حصلت، زي ما قلنا النهارده كريم بنزيما وصل عروس البحر الأحمر مدينة جدة عشان يلعب مع اتحاد جدة. انجولو كانتي خلاص الاتفاق رسمي مع اتحاد جدة. لوكا مودريتش ورياض محرز أهل جدة بيفاوضهم. انتوا سامعين الصفقات والسامعين
الاسماء رياض محرز اللي في عز مستواه، اللي بيلعب في مانشستر سيتي، يجي اهلي جدة. راموس لغاية دلوقتي الله اعلم فين، بس غالبا الدوري السعودي. دخية عنده عروض من الدوري السعودي، ولسه كتير. سون يا جدعان نجم توتنهام احتمال يجي الدوري السعودي. احنا بنتكلم عن صفقات من عيار التقيل جدا. الدوري السعودي بجد زي ما كريستيانو وناس كتيرة قالت في خلال 2-3 هنشوفه من اقوى 5 دوريات في العالم. ده مش مجاملة، ده بجد. الأندية اللي بتتفاوض مع لعيبة من عيار تقيل ولاعيبة درجة أولى هيبقى كده. اوكي، نقفل صفحة الدوري السعودي، نقفل صفحة ميسي، نتكلم بسرعة. طولنا عليكم النهاردة ريال مدريد أعلن عن أول صفقاته اللي من العيار التقيل. جواد بيلينغهام اللاعب الإنجليزي ينتقل من بروسيا دورتموند إلى الميرينجي ريال مدريد بصفقة قيمتها 103 مليون يورو، مع الحوافز والمكافآت والإضافات توصل 133 مليون يورو. دي الصفقة اللي عملها النهاردة ريال مدريد وأعلن عنها. بكرة هنتكلم، رغم ان النهاردة كنت ناوي اتكلم عنه، بس طبعا اخبار الاندية السعودية واخبار ميسي خطفت كل حاجة. للأسف الشديد الميلان او كاردينالي اللي هو رئيس اي ميلان يقيل باولو مالديني الاسطورة باولو مالديني من منصب المدير الرياضي، ويقيل فريدريك ماسارا المساعد بتاعه من إدارة الميلان. ليه السبب النهاردة؟ هنقول سبب مختصر، عشان مالديني رفض الميزانية اللي عرضها رئيس النادي عارض ميزانية لميركاتو انتقالات الصيف 35 مليون يورو. تخيلوا 35 مليون يورو، اللي الاهلي جدة عايز يعرض 30 مليون يورو بس لرياض محرز. وهنختم الفيديو ده بجملة بسيطة. أنطونيو كاسانو اللاعب الإيطالي القديم قال لكاردينالي اللي هو رئيس اي سي ميلان: انت عليك ان تقبل قدم باولو مالديني باللي عمله ال4 سنوات اللي فاتت. راجل في ال4 سنوات صرف 120 بس في ال4 سنوات، وما صرفهمش كاش، لا اعارات 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 اعارات. في ال4 سنوات اتأهل لك 3 منهم لدوري الابطال ومرة للدوري الاوروبي، والسنة دي تأهل لنص دوري الابطال وجاب معاك لقب سكوديتو رقم 19. فانت عايز ايه؟ خير ان شاء الله. الله اعلم كاردينالي رئيس الميلان واخدنا على فين. ان شاء الله بالتوفيق للميلان، بالتوفيق للانديه العربيه، لجميع الانديه. قبل ما نختم الفيديو معلش، ماونت لاعب تشيلسي ب70 مليون ينتقل الى مانشستر يونايتد، وماكاليستر ب35 مليون يورو فقط ينتقل من برايتون الى الريدز ليفربول. اعزائي المتابعين شكرا لكم، نلتقي غدا ان شاء الله. هنتكلم على موضوع الميلان، نص الفيديو هنتكلم عن موضوع الميلان وباولو مالديني، والنص التاني هنتكلم على نهائي دوري الابطال اللي اقترب جدا بعد 72 ساعة بإذن الله. شكرا لكم. أتمنى تشجيعكم ومساندتكم ودعمكم لي. شكرا، مع ألف سلامة.